أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي اليوم الأحد عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة. وكشف محمد شرفي في ندوة صحفية مساء اليوم الأحد أن المترشح الحر عبد المجيد تبون تحصل على 5,329,253 صوت، ما يمثل نسبة 94.65% من الأصوات. أما المترشح شريف حساني فقد تحصل على نسبة 3.17% من الأصوات، فيما تحصل المترشح يوسف أوشيش على نسبة 2.16% من الأصوات. وقد بلغ العدد الإجمالي للأصوات داخل وخارج الوطن 5,630,196 صوتاً.